استهلاك مصر يوميا من السولار 38,000 طن، ما بين 35,000 طن يوم لغايه 38,000 طن. وتصور انك انت بتنتج ما بين 13 ل 14 انتاج محلي من مصانع التكرير والباقي استيراد. وتصور نفسك بعد هذه الثوره. استيراد يا دكتور جمال، انا اسف لمقاطعه حضرتك، برضو على طريقه ان انا باخد حصه الشريك الاجنبي ولا بجيب فعلا من بره؟ لا، استيراد خارجي. انا بستورد ماده السولار خارجيا بالتعريفه العالميه اللي هي بتوصل لحوالي 10 او 11 ضعف من اللي بياخده المواطن العادي. انت بتديله اللتر للسولار ب 110 صحيح. في حين ان السعر والتعريفه العالميه بتاعته بتوصل ل 12 و13 جنيه. طيب مين يتحمل ده كله؟ طيب بقيت انت عندك المشكله في 3 محاور. المحور الاول، الاحتياطي النقدي داخل مصر من الدولار لا يكفي. قطاع البترول المصري مكبل بالمديونيه الداخليه للبنوك المحليه تصل لاكثر من 140 مليار جنيه مصري ديون. نمره 3، كيف يمكن انك انت تسد هذا العجز في وقت فيه الحصاد وفي وقت فيه تكاثر كثير جدا على استهلاك السولار، وفي وقت ان لابد ان المترو والقطر والنسبه بتاعه الكهرباء، لان خلي بالك في مشكله، النسب احنا مش عارفينها برضه. النسب بتاعه السولار بتاخد منها جزء كبير من السولار لتصنيع الكهرباء، فبتاخد حوالي 27%. في جزء كبير جدا يصل الى 17% لعربيات النقل الثقيل. في جزء يصل لحوالي 18% ما بين المترو والقطارات، ماكينات الديزل. طب دكتور جمال، انا عارف ان ده يخرج عن مجال تخصص حضرتك، لكن اكيد داخل في دائره اهتماماتك. حين بدأ الحديث في حكومه الدكتور حسن وزاره الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ايام احمد نظيف، ايام الرئيس السابق، عن مشروع الضبع. تمام. هل مساله التفكير في مفاعلات تنتج الطاقة الكهربية ده يحل جزء من أزمة البترول، ولا طالما إن الإنتاج بيتناقص ستبقى المشكلة هي وستبقى مشكلة الدعم كما هي؟ تمام. لو أنا رجعت أقول لحضرتك ده جزء كمان مكبل على عاتق قطاع البترول، إنك أنت حولت استثمارات الكهرباء كلها بتعود تماما على منتج الغاز الطبيعي. 58% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتم دفعه إلى محطات الكهرباء عشان تنتج كهرباء. لما تكون دولة بتنتج يوميا ما بين 5 و9 بليون قدم مكعب غاز في اليوم، بتاخد 58% منها عشان تصنع كهرباء. تمام. وتخيل لما تكون مصر في المتوسط بتاعها كانت بتستهلك قبل الثورة 2010 19,000 ميجا وات، ويصل في حالة الذروة لما تكون انت في الصيف ما بين 22 ل 23,000 ميجا وات. قمت تبص تلاقي في أغسطس 2012 نتيجة تداعيات اللا أمن استهلاك الكهرباء، سرقة الكهرباء، وصلنا 27,000، بدأ وصلنا ل 28 29. إذا أنت محتاج من 23 اللي قدرت تعملها بالضخ بتاع المحطات الجديدة إنك عايز كمان 7 ولا 8 ألف ميجا وات. طيب شريحة كبيرة من الغاز الطبيعي اللي ملهاش بدائل بتروح عشان تصنع كهرباء. المفترض إن احنا كنا في خلال 2014 2015 المفترض تكون عندنا المحطة الأولانية والمحطة الثانية لتصنيع الكهرباء عشان نخلي هذا الجهد الضخم من كمية الكهرباء المستهلكة توفر قطاع البترول. وبالتالي بدل انت ما كان عندك مشكلة البوتاجاز اللي انت بتستورده من الخارج، كنت هتمد كل مصر بالغاز الطبيعي. وده كانت خطة معمودة في عهد الدكتور البامبي 97 ان كان المفروض 2003 يتم ضخ الغاز الطبيعي لاستخدامه في الوقود المنزلي بكل مصطلحاته، من مصانع ومن منازل ومن أفران مخابز، حتى كمان التاكسيات والأتوبيسات النقل العام والنقل الثقيل. بس ده كان قبل وزارة الأستاذ سامح فهمي وفكرة التصدير للخارج، مش كده ولا انا غلطان؟ لا، ده حضرتك في 98 بتكلم على الدكتور حمدي البامبي 97. جه بعديه جه بعديه حضرتك سامح فهمي. انا اقصد ان الوزير حمدي البامبي ما كانش حاطط في اعتباره ان احنا هنصدر لاسرائيل ونصدر للاردن ونصدر لاسبانيا. دي حاجه مشهوره يعني الخطه دي كانت الاكتفاء 2003 بشرط عدم التصدير. يعني انت حضرتك هناك امر سيادي حصل برضو ويصير البلل او الشك ان هذا الرجل كان يعمل اول واحد نادى بتجميع شبكة دولية للغاز في مصر. أول واحد نادى أو عمل وصنع خط غاز عربي، خط ألف، كان في عهد الدكتور البامبي. يعني حتى لما تم افتتاحه حصل في عهد سامح فهمي. إذن قطاع البترول عندما يحتاج إلى عقل
اداره اعمال بجسم مهندس بترول. لابد عقد هذا اداره اعمال بجسم مهندس بترول. لابد، الى اي مدى ده متحقق النهارده يا دكتور؟ حتى الان بعد دكتور البامبي انا مش شايفه متحقق. يمكن كان متحقق، ولكن كان هناك عبد الله غراب، وكان هناك بعده المهندس اسامه كمال. لكن خلي بالك هذا تراث كامل للوزاره. الوزاره فيها 4 قطاعات، الوزاره فيها ثروه معدنيه، الوزاره فيها زيت، فيها غاز، وفيها بتروكيماويات. اذا تخيل هذه المنظومه الاستثماريه اللي المفروض تضخ لمصر اموال طائله، الان بس بتسحب او هتبدا تسحب. وهو ده السؤال. انت دلوقتي بتكلمني على فلاح مش لاقي السولار عشان يشغل المكنه وتربه الميه اللي تقدر تشغل الزرع او تجيب الزرع اللي هناكله. طب اذا الخطه والسيستم كان من الازل، من 13 14 سنه بدا يفسد وبدا ينخر، وبدا الاقتصاد بعد الثوره يبدا التنازل تدريجيا. طيب لابد ان تكون هناك نظريه مختلفه لقطاع البترول. انا انادي ان تكون هناك نظره اخرى، زي ما في هناك نظره احترام وقدره واهتمام بقناه السويس. لابد ان تكون هناك نظره تركيز واحترام، وكمان ضخ ثقافه البترول داخل المجتمع المصري، اقتضاء بالموارد اللي المفترض نحافظ عليها، على الاقل نحتفظ بيها الى الجيل القادم. لكن اللي احنا فيه احنا الى اين؟ انا مش شايفها خضراء. طيب الى اين؟ يعني ده سؤال الحقيقه مهم جدا، لكن من الصعب جدا ان احنا نحاول يعني نقدر نجاوب عليه. لكن في سؤال بيشغل الراي العام بعد بعض التسريبات اللي خرجت من الهيئه العامه للبترول. من المفترض دكتور جمال، وحضرتك اكد او انفي كيفما يعني تنامى الى علمك من معلومات، ان كان في مناقصه على اتفاقيه غاز او كميه غاز مستورده المفروض انها توصل مصر في شهر 5، لكن المناقصه اتلغت وما اتعملتش. البعض بيقول ان في ضوء تزايد الطلب على الغاز مع نقص السولار والمازوت هنقضي صيف مظلم للغايه. تمام. الصيف القادم. هل المعلومات دي صحيحه ولا خاطئه؟ المعلومه بس عشان اقول لحضرتك، احنا فعلا بنستورد، حتى من السنين اللي فاتت كنا بنستورد غاز. صحيح. احنا عندنا دلوقتي ما فيش نوعين اساسيين من الغاز. عندنا حاجه اسمها الريتش جاز او الغاز الغني، وعندنا حاجه اسمها الدراي جاز او الغاز الجاف. ده بتعتمد على نسبه الاحتراق بتاع كل واحد فيهم. احنا كمصر بننتج الاثنين، لكن النسبه بتاعتنا في الريتش جاز اعلى شويه، الجاز الغني. ده بتوصل معدلات الاحتراق بتاعته، وحده احتراق لحوالي 1290 وحده احتراق حراري بريطاني. وده المقياس بتاع الوحده الحراريه البريطانيه. في حاله الغاز الجاف بيكون ما بين 900 لحوالي 930 وحده حراريه بريطانيه. القصه كلها ان احنا كانت فكره مشكله البوتاجاز اللي احنا بدانا بيها، لو انت حضرتك رجعت بالذاكره السنه اللي فاتت، وبدات مشكله البوتاجاز كانت تفوق في كل شارع زي السولار حاليا. احنا بنستورد بوتاجاز لان الانتاج المحلي بتاعنا من الزيت ما بيكفيش ان انا اعمل تفعيل لكل مصانع التكرير الثمانيه اللي عندي. طيب معلش يا دكتور جمال، اعذر جهلي، هو احنا لما بنتكلم عن الغاز او البوتاجاز احنا بنتكلم على حاجتين ولا على حاجه واحده؟ الاثنين المفترض دي حاجه ودي حاجه، بس البوتاجاز احد منتجات الزيت الخام. الغاز ده منتج تاني. احنا بنجيب البوتاجاز من الجزائر، اعتقد اخر صفقه عملها من الجزائر او من ايران او من اسرائيل. نعم. ده الاستيراد. احنا حتى كنا بنستورد في الحكومات السابقه قبل حتى الثوره، كنا بنستورد من اسرائيل كبديل للغاز. يعني احنا كنا بندي غاز وبنستورد بوتاجاز. يعني هي قصه كده، انت مش زي رغيف العيش كده، يعني اعتبرها زي موسوعه رغيف العيش. الدوله لغايه 6 شهور بتخلص كل القمح، وبعد كده 6 شهور تاني تستورد. دوله بتنتج بترول وتعتبر دوله انتاج بترول ودوله انتاج غاز، وبنحاول نستورد، لان احنا المنظومه بتاعتنا منظومه فاشله بالنسبه للدعم، وبرضه منظومه غير واضحه. ايه البدائل للانتاج اللي بيقل؟ مفيش. ارجع للنقطه بتاعت الغاز بتاعت حضرتك. احنا بنستورد غاز لان الطلب بقى كتير قوي على بعض المصانع مش قادره تستورد، مش قادره تاخد حصتها من السولار. فهنحول جزئيه كبيره من هذه المصانع الى الغاز الطبيعي عشان نوفر ان احنا نستورد سولار ونبيعه في السوق المحلي، والشريط الطويل العريض من المشاكل ده، وان احنا نضخ غاز على طول المصانع. طيب هذا عاتق اكبر. لو انا فصلت لك الانتاج المحلي للغاز من ساعه ما يطلع لغايه ما يتضخ بيروح فين؟ 58% زي ما قلت لك للكهرباء، محطات كهرباء، 27% منه ده جزئيه بتروح للقطارات والمترو
والقصه اللي حضرتك عارفها، انا اسف، 58% للكهرباء، شريحه المنازل وشريحه المصانع والحاجات دي كلها حوالي 18%، الجزئيه الثانيه للتصدير. طيب انا هستمر بهذه المنظومه لفتره كبيره. لابد ان يكون هناك حل جذري لمشكله الكهرباء، والاعتماد التام على تصنيع الكهرباء من الطاقه النوويه. لابد ان تكون سريعه. يمكن كانت الفترات اللي فاتت في عهد النظام السابق كانوا عاملين خطه لمده 4 5 6 سنين، في خلالها يتم في 2015 ان نبدا نصنع كهرباء منها. ولكن مع كميه الاستهلاك الكبيره دي كلها من الغاز الطبيعي، كان لابد من ان احنا ناخد قرار ان احنا نستورد غاز من الخارج. طيب بس هي في مشكله لدى صانع القرار بدءا من 25 يناير. تمام. واتكلموا فيها الحقيقه، وربما يكون معاهم بعض الحق، مش عارف راي حضرتك ايه، لكن هو قال انا ما اقدرش امضي على اتفاقيه تصدير للغاز ب 4 دولار وبعدين امضي بعديها على اتفاقيه استيراد ب 11 دولار ولا 12 دولار واحط نفسي امام المساءله القانونيه. في مشكله في فرق السعر بين الصادر والوارد في الغاز الطبيعي بتاعنا. تمام. هو سعر الغاز خلى المسؤول سواء كان وزير او رئيس قطاع، انا مش ما اعرفش، يمتنع تماما عن التوقيع على الاتفاقات من النوع ده، وبالتالي فتحوا باب الاستيراد للمؤسسات. بس انا مش عارف الحقيقه، هل في مؤسسه في مصر قادره على استيراد ونقل وتخزين غاز ولا لا؟ اولا المشكله بتاعت الغاز ليست كالسولار والزيت والبنزين خالص. مشكله الغاز انها بتبقى محتاجه معدات، لابد تخلي الغاز في حاله اساله، وضغوطها عاليه جدا، معاملات الامان بتاعتها لابد ان تكون عاليه جدا. اذا ليست بسهوله لاي حد انه يقدر يستورد الغاز. فلابد ان تكون استيراد الغاز من منظومه الحكومه او من منظومه الوزاره للحفاظ على مستوى معامل الامان لاستيراده وتفريغه